السلام عليكم. يحتفلون بذكرى المولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام بتعليق الرايات الخضر وطلاء الوجوه والسيارات والمباني بالألوان وإقامة الاحتفالات والموالد، وذلك بنهب أموال العامة وفرض الجبايات على الفقراء وأصحاب البسطات والتجار والبسطاء بحجة هذه الاحتفالات. والحقيقة هي وسيلة لتحقيق المزيد من الثراء ولو على حساب هذا الشعب المسحوق. يا هؤلاء، ألا يكون الاحتفال أجدى نفعا للأمة وأحب إلى رسول الله حين تتبعون سنته وتهتدون بهديه وتقتدون بسيرته وتنهجون نهجه القويم؟ الحق يقال إن أفعالكم وواقعكم على النقيض تماما مما دعانا إليه سيد المرسلين الذي تنهبون الناس بدعوى إحياء ذكرى مولده. فلقد بعث رسول الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فأخرجتموهم أنتم من نور الإسلام الحق إلى ظلام السلالة والمذهبية والطائفية. بعث لإخراج الأمة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، فماذا فعلتم أنتم؟ جعلتم منهم أتباعا وعبيدا لوهمية الاصطفاء وقداسة الفرد صاحب الحق الإلهي. بعث هاديا للناس إلى دين الحق لا جابيا لأموالهم ومصادرا لأرزاقهم كما تفعلون. بعث خير الخلق آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر فأنكرتم المعروف وأقريتم المنكر. بعث لنصرة المظلوم فنصرتم الظالم. بعث لإرساء قيم العدالة فأفشيتم الظلم. للمساواة بين البشر فقسمتموهم بين سادة وعبيد. ليحرم دم المسلم على المسلم فانتهكتم حرمة الدم وأزهقتم أرواح الأبرياء بدون وجه حق. ليحفظ حقوق الناس فنهبتم أموال الناس وفجرتم منازلهم واستوليتم على أراضيهم. وما تهامة وهمدان وأرحب علينا ببعيد. فهل سمعتم يوما أن رسول الله أحل دماء من كذبوه أو صادر ممتلكاتهم أو قتل أطفالهم وشيوخهم ونساءهم؟ فتح مكة فحذر أصحابه من الاعتداء على العزل أو سلب أموالهم، فما حاكمهم ولا هجرهم من ديارهم، بل قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. واحتليتم اليمن وأهله وهم على دين الإسلام أكثر منكم إيمانا بالله ورسله، فماذا فعلتم؟ قتلتم الأبرياء وفجرتم بيوت خصومكم وصادرتم أموالهم واعتقلتم الشباب والشيوخ والنساء وصادرتم رواتب الموظفين وأموال الضرائب والزكاة والاتصالات والبنك المركزي، وقبلها صادرتم أموال الفقراء والمحتاجين. عصى الرسول بذوي القربى وصلة الرحم فقطعتم الأرحام وفرقتم بين الابن وأبيه والأخ وأخيه، وقطعتم أواصر القربى وأهدرتم كرامة كل كريم وأذللتم كل عزيز. ألم يقل خير البرية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ فأين أنتم من أخلاق من تحتفلون بذكرى مولده عليه السلام؟ أين أنتم من الاقتداء بعدله وسماحته ونصرته للمظلوم؟ أين أنتم من ورعه وزهده وخوفه من لقاء ربه؟ يا هؤلاء، الاحتفال بذكرى المولد يكون بالاقتداء بسيرة صاحبه والسير على نهجه، لا بالخزعبلات والرايات والجبايات وتعفير الوجوه بالبدع والخرافات. أخيرا، هل احتفل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بمولد رسول الله وهم الأقرب له والأحق به؟ وهل فرضت فاطمة ابنة محمد عليه الصلاة والسلام الجبايات على الأوس والخزرج والمهاجرين وتجار مكة والمدينة لتقيم الاحتفال بذكرى والدها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ الإجابة لديكم.